ناس كتير فاكرة إن الأمان المالي يعني تحوش فلوسك وبس، لكن الحقيقة إن الفلوس لو فضلت واقفة قيمتها بتقل مع الوقت. كان في راجل بسيط طول عمره بيحلم يبقى غني، كل يوم يقول بكرة أبدأ، بكرة حياتي هتتغير. لكن السنين كانت بتجري وهو لسه مكانه. المصاريف بتزيد والحياة بقت غالية والدنيا بقت أصعب يوم بعد يوم. وفي يوم صحي لقى البيت تقريبا ما فيهوش أكل والفلوس خلصت. ساعتها حس إن الأحلام لوحدها مش كفاية. قرر ينزل يشتغل شغل تاني جنب شغله عشان يكفي مصاريفه. الشغل كان متعب والفلوس قليلة، لكن لأول مرة حس إنه بيتحرك بدل ما يفضل مستني المعجزات. ومع الوقت قال لنفسه أكيد الحل إني أحوش، فبدأ يجمع أي مبلغ بسيط ويشيله على جنب. وكان كل ما الفلوس تكتر يحس بالأمان شوية. لكن بعد كام شهر اكتشف حاجة صعبة. الأسعار زادت والفلوس اللي حوشها ما بقتش تجيب نفس الحاجات. هنا فهم أهم درس: الادخار مهم، لكن لوحده مش كفاية. قرر ياخد جزء من الفلوس ويبدأ حاجة صغيرة ويعمل مشروع صغير. في الأول المكسب كان بسيط جدا، لكن يوم ورا يوم الدخل زاد والحياة بدأت تتغير. وقتها فهم إن الفلوس لازم تشتغل معاك، مش تفضل نايمة. الجنيه اللي بتحوشه بس ممكن قيمته تقل، لكن الجنيه اللي تستثمره صح ممكن يبقى بداية لحياة مختلفة تماما. الرسالة هنا بسيطة: اشتغل، حوش، لكن الأهم اتعلم ازاي تكبر فلوسك. مش لازم تبدأ بملايين، ابدأ بفكرة صغيرة، مشروع بسيط، مهارة أو أي حاجة تقدر تكبرها مع الوقت. لأن الفرق بين اللي بيفضل يحلم واللي بيغير حياته فعلا إن واحد فيهم قرر يبدأ. ابدأ صغير وفكر، وخلي فلوسك تشتغل ليك بدل ما تفضل طول عمرك بتشتغل علشانها.